امان ربي امان. عسملية حنجيب العجين العسملية طرح او شقف او شلوحة whatever you call. ليكو الصواني كيف مسحناهم بكمية وافرة من السمنة، لانه حنضغطها والصبح بدنا نسقيها بالسمنة. اذا ما كان في تحت العجين كمية وافرة من السمنة يمكن ما توصل السمنة وتتغلغل لكعب الصدر ويحترق العجين. حنجيب الشقف او الطرح ونحاول نفركها بايدينا. ممنوع يكون في تلبد بالعجين، لانه اي تلبد حيمنع وصول السمنة لاي شعرة من شعيرات هيدا العجين، وحتبقى تعلك معنا او صعبة المضغ، ونحن بدنا اياها هشة ومفرفطة. حنقطعن شقف مثل ما شايفين، نقطع الاطراف لانه فيها كتير بيكون تلبد. وبنحاول الطول، انتبهوا للطول قد ايه، ما تقصروا انتوا الطول لانه حتنكمش اثناء القلي. فخلوا الطرح العجين واصل لحرف الصدر. كل هيدي الشقف اللي شفتوهم وحن بنقصهم حنرجع نسرحهم ونسحبهم وحدة وحدة، حتى نفس السبب ما يكون في اي تلبد بالعجين. مثل ما شايفين بهالطريقة هيدي، ايد عم تسحب وايد ماسكة العجين. حنحاول ان بعد ما سرحناهم بنقدر كمان، اذا ما في عنا شقف او طرح كاملة، بنقدر مثل ما شايفين نعمل الصدر من الاساس بهيدي الشقف. ولكن بهالعملية التسحيب اللي شايفينها او التبصيم، ايد عم تهدي الشعر وايد عم تسحب حتى نتأكد انه كل شعر عم تنبت لوحدها. حنكبس بايدينا على الصدر نتأكد من السمكات متساوية على كل صدر. اذا في مناطق ناقصة حنحط عليها كمية من العجين العسملية مثل ما شايفين. بنتأكد من الفراغات بين الشقف او الشلوحة كمان نعبيها من الشقف اللي سرحناها، ونعمل طبقة كمان على وجه هيدي الشقف او الشلوحة. شايفين ما شاء الله يعني بتعبي 3/4 الصدر العجين. بس هلأ حنضغطه بوزن تقيل، فما في خوف. نمسح بشكل جيد بالنشا كعب الصدر اللي بدنا نضغط فيه ووجه العجين حتى ما يلتصق ويعذبنا تاني يوم بس نرفع الأوزان عنه. حنضغطهم بوزن محترم عنا. نحن حنحط هلأ قنينة غاز محترمة. أي وزن محترم عندكم حطوه على العجين بضع ساعات أو ليلة كاملة يفضل، حتى باليوم التالي بيكونوا انضغطوا بشكل جيد. ونسقيهم بالسمنة. شايفين مثل البلاطة بعد ما شلنا عنهم تاني يوم. حنحمي فيهم فرن هون لأنه حنقليهم على الهدا، حتى نتأكد إنه كل شعرة من شعيرات هيدي العسملية انقلت بشكل جيد وأخدت حقها من الحرارة لتطلع هشة ومفرفطة ما بتعلك معنا. حنعطيها حقها من السمنة ونسقي الوجه لحتى نتأكد إنه كل شي تشرب بالسمنة وانغمر. ونقليهم على الهدا مثل ما اتفقنا. ويطبق لاحقا، يفضل ما نطبق عليهم القشطة إلا عند الاستعمال.